شايف ان ده ملوش علاقه ابدا بالاسلام. لا، ده الناس عايزين يشوهوا صوره الاسلام. ده رايي. طيب يعني موضوع سيء. انا لسه كنت بقول النهارده في البيت، كنت لسه بقول لاولادي في البيت النهارده، يعني الواحد اللي بيحط قنبله ده ما بيشوفش اللي بيموت، انما ده بيدوس ناس وهو ماشي. طب ده هو متخيل ان هو هيخش الجنه؟ يعني مش عارف، انا مش عارف الناس دي بتفكر ازاي. بس فاي حد يقتل اي حد مسالم حرام. أنا ما تابعت الموضوع صراحة. انت شايف ليه الاحداث دي بتتكرر كتير حوالي والله شوفها في كل مكان، في كل بلدان العالم تتكرر دائما. مش شايف ان هي ممكن يبقى فيها ليها تاثير على العرب؟ تأثير أول شيء بيشوه بسمعة الإسلام، سمعة المسلمين في كل بلدان العرب يعني. والله هي المنظمات اللي بتعمل كده يعني. لا، ما اقدرش اقول لك كده يعني. المنفذ ليها غير عربي زي ما هم بيدعوا، وطبعا هي اسبابها كتير، يعني هي اسبابها ممكن تكون اسباب اقتصاديه، فقر، بطاله، فراغ عنف، برضو بيولد عنف. ده كرد على طبعا اجرام الاتحاد الاوروبي او العالم الغربي كله على سوريا او العراق. فطبعا ده شيء طبيعي، يعني العنف بيولد عنف. طبعا هو عموما شيء بشع، يعني حاجة زي كده. الإرهاب عموما حاجة وحشة جدا في أي مكان يعني. ربنا إن شاء الله يسترها علينا كلنا وإن شاء الله نقضي على الإرهاب نهائي يعني إن شاء الله. أنا طبعا هو المقصود بالمخطط ده الدول الإسلامية والدول العربية وإساءة الإسلام نفسه، إن المسلمين إرهابيين، وإن المسلمين طبعا الإشاعات اللي بتطلع لنا في أوروبا بتطلع لنا في دول العالم، مع إن ده لا يمت بالإسلام إيه بصلة. هي منظمات إرهابية معظمها أصلا يهود ويعني جنسيات مختلفة طبعا، ماسونيين ويهود وكده. الهدف منها ضرب الإسلام في مقتل يعني كفاية إرهاب بقى. إرهاب إيه؟ بلد إيه مصر؟ ده كله بيجري على لقمة عيش وكله لا مؤاخذة. فاهم أنت؟